صباح الفل عليكم. طبعا النهارده طالع اتكلم معاكم وانا تعبان كده شويه، معلش، بس طالع اتكلم معاكم في حاجات مهمه في اللي حصلت في الاجواء الرياضيه المصريه والساحه الرياضيه المصريه في على مدار ال 48 ساعه اللي فاتوا. طبعا كلنا شفنا امبارح اللي عمله ابراهيم نور الدين مع نادي الزمالك وهنتكلم عليه. وطبعا كمان شفنا الخطاب اللي طلع بيه مرتضى منصور او اللقاء اللي عمله من داخل نادي الزمالك امبارح بالليل. عشان نبدأ في الموضوع مع بعض كده ببساطة، إبراهيم نور الدين كان متعين بقصد لمباراة الزمالك وسموحة عشان ما يحصلش مشاكل أكتر لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وكان في شوية كلام إن الجماهير هتروح وتقول لأ وتشتمه وتقول يرحل ومش عارف إيه، ولو كان خسر امبارح كان مشي. فتم تعيين إبراهيم نور الدين بالأمر عشان الموضوع ما يكبرش، ومرتضى منصور اللي حميه من الاخر هو اللي ضغط ان هو ابراهيم نور الدين يكون موجود. مع العلم ان ابراهيم نور الدين على حسب موقع القاهرة 24 بالليل نزلوا قرار انه تم وقفه نهائيا لاجل غير مسمى عن التحكيم، وده بسبب ان هو طلع واتكلم وعلق على ادائه في المباراة. ويعني شرح اداؤه او اتكلم على اداؤه ده في الفيفا اصلا حاجة مجرمة للتحكيم، وان هو بيتعرض للشطب، فتم ايقافه بشكل الى اجل غير مسمى وفقا لموقع الموقع القاهره 24. فده ما فيما يخص الزمالك والاحتواء، وده جايين فيه ومكملين فيه الايام اللي جايه، واحنا وراهم لحد ما يبطلوا قذاره القائمين على الكره المصريه بالكامل ومن يحمي مرتضى منصور. نرجع لتاني لمرتضى منصور. ملخص الكلام اللي قاله مرتضى منصور، طبعا طالع بيجعجع كالعاده وطلع بيغلط في كل الناس كالعاده. وبس ايه، وقفت انا عند كذا حاجه. المره دي ما بقاش يغلط في الاهلاويه بقى، لا بقى بيغلط في الزملكاويه بس. طيب مين اللي بيغلط فيهم؟ تعالوا نشوف اللي بيحصل. رقم واحد، الدروس المستفاده. انت هتسمع نص ساعه من مرتضى منصور، انا سمعتها وهقول لك الملخص اللي فيها. رقم واحد، يشكر هاني ابو ريده. يشكر هاني ابو ريده وبيقول ان هو تواصل معاه، وان هاني ابو ريده هو اللي بيسهل له موضوع التواصل مع الفيفا من اجل قيد لاعبين نادي الزمالك. تمام. وهو اللي بيقول له الخطوات، وهو ده الكلام ده مش كلامي، ده كلام مرتضى منصور اللي قاله، ان هاني ابو ريده بيتصل معاه وقال له يعمل ايه في موضوع القيد اللاعبين بعد ما اتحاد الكره المصري رفض قيد اللاعبين، وقال يا جماعه، وقالها بالنص، يا جماعه المعركه اللي احنا داخلينها دي الكل فيها هيبقى خسران. وده طبعا جاي ان هو ممكن يعمل مشاكل للنشاط الكروي في مصر. ده رقم واحد. رقم اتنين، طالع الشتم بيقول ان اللي حصل الفترة اللي فاتت دي كلها عبارة عن مؤامرة حصلت ضده يقودها ناس من قطر اللي احنا دلوقتي متصالحين معاها، ويقودها ناس من داخل مصر بقيادة حسين لبيب واحمد سليمان والى اخره، عدهم كلهم وجاهم كلهم في بوتقة واحدة، وقال لك هم دول الخاينين اللي ضد النظام المصري عموما. تمام. وعشان كده هم ضد الزمالك. طيب، فاتحد خائنين الخارج مع خائنين الداخل. الخائنين اللي في الخارج اللي هم في قطر، والخائنين الداخل اللي هم في مصر، اتحدوا مع بعض من اجل اسقاط مرتضى منصور. هذا ما قاله مرتضى منصور. شتم في سانتياجو. سانتياجو ده اللي ما يعرفوش هو مصور تابع لقناة بين سبورت، وهو زملكاوي يعني منتشر على السوشيال ميديا وليه ناس بتتابعه، وهو صديق مقرب جدا 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 للاعبين وخصوصا شيكابالا. كل حملاتهم بيطلعوا. طبعا لو شفتوا شيكابالا وهو بيتصور مع الدلع هتلاقي كان سانتياجو معاه ورا. لما طلع مع اسعاد يونس سانتياجو كان معاه في الحلقه. المهم سانتياجو صاحبه قوي يعني. المهم طلع بيتكلم سانتياجو ده اللي كان بيسبح بالاداره وكان بيسبح بمرتضى منصور وبالزمالك وبفريرا واللي بيعمله مرتضى منصور وامير. لما قلب عليهم دلوقتي سانتياجو اتقال عليه ان هو عميل قطري شغال في بين سبورت القطرية، يعادي نادي الزمالك ويعادي رئيس نادي الزمالك. ده اللي قاله. ثم بعد ذلك قلب على اسلام اللي هو اسلام علوي بتاعهم ده، ولا اسلام مش فاكر اسمه اسلام ايه. شتمه. ثم جاب شويه صحفيين وقعد يشتمهم ويقول انتوا ضد نادي الزمالك ومش ضد نادي الزمالك ومش عارف يعني ايه. كالعاده طلع ويتكلم فيها. يبقى احنا طلع شتم في حسين لبيب، طلع شتم في سانتياجو، طلع شتم في اسلام، طلع شتم في قطر، طلع شتم في احمد سليمان، طلع شتم في هاني العتال، طلع شتم في اتحاد الكوره كالعاده ان هو انتوا اللي هتبقوا خسرانين لو عملتوا كده، لان هاني ابو ريده معايا. طلع شتم في الجماهير هؤلاء المرتزقة، طلع شتم في سيد مشاغب،
طلع شتم في، المهم يعني ايه، قاعد يشتم في كل الناس. انا كان بس ايه، يتوقفني بس حاجة كده، ان هو آه طالع هو وزبانيته على قناة نادي الزمالك بيتكلموا عن سانتياجو، وبيقولوا المركز الأعلى للإعلام بقيادة كرم جبر. احنا بنقول لحضرتك في واحد بيحرض الجماهير، ده حضرتك احنا من ساعة انت ما قلت القرار واحنا ملتزمين، لو سمحت اوقفوا عند حده. هذا الكلام حدث من رئيس نادي الزمالك. فنهاية لهذا العته، ما زال مرتضى منصور مستمر، وما زالت الجماهير الزملكاوية غاضبة منه، وما زالت الجماهير الزملكاوية المحترمة عايزاه يمشي، وهو مثبت فيها هو واللي حاميه، سواء من داخل الحكومة أو سواء من بعض رجال الدولة، وسواء برضو من هاني أبو ريدة، لأن هم كلهم مع بعض إيه، مطبخينها سوا. وهنبدأ نشوف تاني هبل بيحصل داخل الملاعب المصرية زي اللي عمله إبراهيم نور الدين امبارح. احنا مطلوب مننا ايه، احنا هنفضل نتفرج، بس اللي هيجي على مصلحة النادي الأهلي احنا مش هنسكت. إبراهيم نور الدين لو فضل بهذا الموضوع أو لو ما تعاقبش، لازم النادي الأهلي يتحرك ويحافظ على حقه، عشان محدش يقول واحنا مالنا، لا ده هو ده مالنا ومالنا ومالنا ومالنا. مش هنشوف الدوري بيتسرق تاني ونخش في هذا الوضع الوضيع ونفضل ساكتين. دورنا ايه كأهلاوية؟ ان احنا نبقى فاهمين وواعيين، نسمع فيديو زي ده ونشيره ونخلي الناس كلها تبقى عارفاه عشان يعرفوا ان احنا فاهمين. ولازم الجمهور الاهلاوي يبقى واعي للي بيحصل حواليه، عشان وقت التحرك الصح نعرف احنا بنتحرك ازاي وبنتحرك ليه وبنعمل ايه. لازم نبقى واخدين بالنا وفاهمين الوضع من حوالينا. هاني أبو ريدة يقود المؤامرة، وهو من يهدي الأوضاع حول مرتضى منصور، وناس داخل اتحاد الكرة ولجنة الحكام بتحاول تهدي مرتضى منصور وتصالحه عشان موضوع قيد اللاعبين، وعشان ما يمشيش لأنه هدد بعضهم. فبالتالي جايبين له إبراهيم نور الدين، وهنشوف احتواء كتير الفترة اللي جاية، وهنرجع تاني لحتة هوب اقع ضربة جزاء، هوب اقع ضربة جزاء، ومش هنخلص من هذا الموضوع. دمتم في امان الله، ودايما متابعينكم، واعذروني لو شكلي تعبان، ولكن دايما ان شاء الله ادعوا لنا بس كده بالشفاء، وان شاء الله دايما هنكون معاكم. شكرا وصباح الفل.